اسكندرية كانت مقلوبة، ريح عنيفة ضربت المدينة. بس السؤال هنا، إيه اللي حصل؟ وإزاي الرياح دي بدأت فجأة بالشكل ده؟ الحكاية كلها بدأت من حاجة اسمها انخفاض جوي. كتلة هواء باردة نزلت من أوروبا، اتحركت ناحية البحر المتوسط، ولما وصلت فوق مياه البحر الدافئة حصل التصادم. النتيجة ضغط جوي اختل، والرياح بدأت تتحرك من مناطق الضغط العالي للضغط المنخفض بسرعة كبيرة. الهواء ده مش مجرد نسمة شاردة، دي رياح شمالية غربية معروفة إنها بتضرب السواحل الشمالية في مصر، خصوصا في مواسم زي الخريف أو الربيع. لكن المرة دي كانت أسرع من المعتاد، وده بسبب فرق درجات الحرارة بين الكتل الهوائية، وكمان لأن البحر دلوقتي دافئ نسبياً، فده زود طاقة الرياح وخلى الهبات تبقى عنيفة. ممكن تقول البحر اتنفس، والمدن اللي حوالينه كانت أول من سمع النفس ده. النتيجة أمواج عالية، رمل طاير، وشجر بيتهز كأنه بيصرخ. وعلشان كده لو كنت في اسكندرية وسمعت صوت الهوا، اعرف إن دي مش ريح وخلاص، دي رسالة من الطبيعة بتفكرك إنها لسه صاحية. اللهم احفظ أهل إسكندرية من كل سوء، وارزقهم الأمان في بيوتهم والطمأنينة في قلوبهم. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.